كنت أريد أن أنبه إلى شيء بعض إخواننا جابوا لي من على موقعي في النت إن شاب من الشباب الذين يحبون الأخ عمرو خالد انتقدني في أحاديث قلت أنها باطلة فأثبت أنها صحيحة، بل وهناك حديث في البخاري وأنا قلت أنه باطل. لعلكم اللي كان حاضر في أيام رمضان لما تكلمت كلمات قصيرة بهذا الشأن، كان سبب هذه الكلمة أن بعض إخواننا أعطاني 3 ورقات لحديث مع الأخ عمرو خالد، وكان بيتكلم عن الفن، واتكلم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الفن، وإن الصحابة كان فيهم فنانين زي عبد الله بن رواحة كان يقول الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشعر من الفنون، فيبقى عبد الله بن رواحة فنان، والنبي عليه الصلاة والسلام كله بقى يسمع لعبد الله بن رواحة أو يقول شعر ابن رواحة أو كده، يبقى إيه؟ يبقى بيحب الفن. تمام؟ وجاب أحاديث، فمن ضمن الأحاديث أن رجلا أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا كان فيه لسعت حية الهوى كبدي، وفي الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواجد يعني خدته الجلالة كده والانبساط حتى سقط البرد عن كتفيه، قاعد يميل كده وبتاع لحد ما ايه العباية وقعت عن ايه عن كتافه خلاص. وأورد عدة أحاديث. طبعا وأنا بتكلم من يداوم على سماعي يعرف طريقتي في الكلام، ممكن أبتدي بأناقش قضية من القضايا وبعدين أخرج منها أجيب لها أمثال ونظائر والكلام ده من موضوعات أخرى خالص، وبعدين أو مراجع تاني للقضية إيه اللي أنا بقولها. فكان من جملة ما قلت إن هو بيقول عبد الله بن رواحة فنان، يعني مثلا ابن رواحة لما بيقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فقلت يعني هو مثلا بيعتبر إن إيه إن عبد الله بن رواحة فنان، فبقى هو جايب شوية أحاديث اهوت الحديث ده باطل واللي قبله باطل واللي قبله باطل، فاعتبر إن أنا بقول على حديث اللهم لولا أنت ما اهتدينا إنه باطل، وأنا إنما قصدت الأحاديث التي كانت في الورقة أمامي، منها هذا الحديث الباطل المنكر الذي لو كان هذا الإنسان يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم لما ألصق به هذا رجل لا نسعت حية الهوى كبد يتوادى ويفضل يرجع ورا لحد ما البردة تسقط عن منكبه. لا، الأحاديث التي أذكرها في هذه الورقة آنذاك كانت الحديث ده، وكان حديث النعيمان حديث النعيمان هذا حديث رواه الشيخ في كتاب الأخلاق، وهذا حديث منكر، وإن اللي خلاصته يعني أن النعيمان كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جاء رجل أعرابي على ناقة سمينة جيدة، ربط الناقة على باب المسجد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يقول كلمتين، فالعباس بن عبد المطلب قال للنعيمان والله يا نعيمان لقد قرمنا اللحم، نفسنا ناكل لحمه من زمان، والراجل ده الناقه بتاعته سمينه وبتاع ما تقوم تذبحها وناكلها، والنبي هيغرمها هيدفع ثمنها وخلاص ويغرمها ويبقى اكلنا لحم. فالنعمان ما صدق، خد الامر قام قايم ذبحها، بعد ما ذبحها وشخب الدمن وبتاع بص كده ففزع، قال لك بس انا مش هقدر اواجه النبي عليه الصلاه والسلام بالمساله دي، فقام رايح على حفره كده وغطسان فيها وغطوه بشويه حطب كده وبتاع. الرجل الأعرابي خرج من المسجد بيبص لها الناقة بتاعته رقبتها في ناحية وجتتها في ناحية، فصرخ. النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع؟ قال له ناقتي. مين اللي عمل المسألة دي؟ طبعا هو النعيمان. قال له مفيش حد يقول عليا، مفيش حد يقول ان انا عملت المسألة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل هذا؟ فقاموا شاوروا على الحفرة. تمام؟ ما قالوش اهو على حسب البتاع، قال له اخرج يا نعمان، خرج نعمان قالوا لي كذا كذا كذا، المهم قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وغرماه وكلوا لحم. تمام؟ انا قلت ان الحديث ده
حديث منكر أو حديث باطل، وكان في حديث ثالث. فمنها برضو الحديث اللي هو إيه حديث قال لي الشيخ الألباني حسنه، والحديث بتاع لولا أنت ما تدينا ده في البخاري. طبعا أنا بقول لإخواننا إذا كانوا معذورين في أنهم مش عارفين طريقتي في أداء الدرس ولا الكلام ده، فأنا برضو ببين لهم لا أضعف حديثا في البخاري. وأي طالب علم صغير لما يقال له حديث اللهم لولا أنت ما اهتدينا لا يمكن يقول عليه باطل ولا موضوع ولا الكلام، لأن مشهور للكل أن هذا ثابت عن عبد الله بن رواحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بشعر ابن رواحة. فالأحاديث التي قلت فيها أن ده باطل واللي قبله باطل واللي قبله باطل هي فعلا باطلة. ما بقي إلا حديث واحد اللي هو حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأنا أراه حديثا ضعيفا. خلاص هنطلع الحديث ده من البيع، لأن هم هيقلدوا الشيخ الألباني حبا وكرامة، وأنا لا أمنع أحدا يقلد الشيخ الألباني في حديث يراه حسنا وأنا أراه ضعيفا. ليه؟ لأن تقليد العام لعالم الحديث في تصحيح الحديث وتضعيفه كتقليد العامي للفقيه في الأحكام الشرعية جوازا وعدما. خلاص؟ يعني العامي كما أنه يقلد مالكا ويقلد الشافعية وأحمد وأي إمام الأئمة المجتهدين في أن ده حرام وحلال ومكروه وواجب ومستحب الكلام ده، ولا ننكر عليه. خلاص؟ طالما أنه هو قلد هذا العالم وليس عنده آلة البحث ولم يبن لنا أنه متبع لهواه، خلاص مفيش مشاكل. كذلك تصحيح الحديث وتضعيف، رجل يقول الألباني رحمة الله عليه هذا إمامي في الحديث، نقول له الله يربحك، فيش أي مشاكل. قلد الألباني رأى أنه حسن أو أنه صحيح. أنا خالفت الشيخ الألباني وقلت إن الحديث ده ضعيف وهو يراه حسنا، فلم يقلدني وقلد الألباني، أنا لا أنكر عليه. خلاص؟ فيبقى الحديث اللي قال الألباني حسنه وأنا ضعفته، أنا ده هطلعه من البيع خالص ولا نتكلم عليه بشيء. لكن الأحاديث التي وردت في هذه الورقة كلها كانت مناكير، ولم يكن منها اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا قصدته طبعا بالتضعيف. فأنا بس أنا حبيت، لأن هذا السؤال تكرر أكثر من مرة على الموقع، وقلت أنتهز أول فرصة لأصحح هذا الخطأ.